مشكلة المارش ده يا شباب، كان التوماتيك تديله خبطة هنا اهو لما يشتغل، فاحنا فكيناه اهو وعملنا له ارض خارجي بالشكل دي، طلعنا سلكة من هنا اهو. تمام اهو نفس الشكل وريحناه، وادي المارش اهو من بره. تمام متفرتك كذا حتة، هوريكم هنقفله ازاي مع بعض. اول حاجة يا شباب بتعمل مارش كده بالشكل ده اهو. تمام ثم اول حاجة بتجيب ايه، ترسم بالشكل دي، تجيب البلية دي تمام وتعملها كده اهو. تمام يا شباب، ركبت اول حاجة معانا الترس. عندك شحم عندك زيت تحط، بص نفس الشكل ده اهو، تجيب دي كده، تجيب دي كده، تحط دي كده اهو. تمام اهو نفس الشكل ده اهو، وتجيب المزيتة تدي سنة ايه زيت كده اهو. تمام بعد كده تجيب الجلة بالشكل دي وتقفل كده اهو، خبطة بسيطة تطبق معاك كده الجولين دول بالشكل دي اهو. اهو بس كده. بعد كده تعدل الدنيا كلها، تيجي بنفس الشكل ده معاي، خلي المارش بالشكل ده. نجيب الموبينة اهو، نقفلها كده اهو نفس الشكل ده اهو. نجيب المخدات اهو، نجيب مفك عادة بسن مطبطب وعامل كده اهو. تمام طبعا انت بعد كله ده بيكون انت غسلت وظبطت الدنيا. بص ترجع معاك كده اهو. بعد كده تجيب الصنفرة وتأمن عدو مكان البرميل، المخدات ليهم مكان بيركب كده بالظبط. تمام ثم بعد كده تجيب الوش ده اهو بالشكل ده. ماشي وادي المسمارين اهو، تفضل تربط كده بنفس الشكل اهو. تمام مينفعش تربط ايه من ناحية واحدة في الأول، لازم تريح ايه الاتنين. تمام اهم مسمار دول يا شباب، احنا جبنا المسمار ده كده اهو عشان نجمع ايه بيه المكان بتاع مسمار الارض اهو نفس الشكل دي. كده يا شباب الجزء الاولاني بتاع المارش معانا اتقفل. بعد كده نقوم ايه لفين المارش الناحيه التانيه. تمام جايب الصباع ده كده اهو، مربط الصامولة دي تمام. والجانب الاول تحط الكهرباء هنا اهو، والجانب كده اهو، بص كده اهو. تمام بعد كده تجيب ده الغطا دي تمام، والارض اللي انت عملته تأكد عليه هنا اهو، الارض ده اهو، المسمار ده اهو في الارض كده تحت المسمار بالشكل ده. تجيب بيبتك الحلوة وتفضل تربط كده اهو. تمام تربط هنا اهو بنفس هذا الشكل
تربط كده اهو، تربط كده جانب السلك اللي انت عملته. نرجع بعد كده يا شباب، خلصنا كل حاجه. جيب الكهرباء بتاعتك وتجرب السلكه اللي انت طلعتها اهي. كده يا شباب وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعم قناتي باللايك والشير. انتظروني في القادم باذن الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.